بما ان كده كده الاسعار كلها زادت والاكل بقى مستحيل ولا عاد فيه طاقه للتمرين ولا للتغذيه، فالنهارده هثبت لكم انه زي ما في سحر لجلب الحديد ممكن تعمل سحر وتطلع بيه عضلات. يا ابني الاعشاب دي انا حاسس انها مطلعني دجال مش ما حدش هيستوعب ان ده فيديو كمال اجسام. بعيدا عن الهزار يا جماعه، النهارده معانا عشبه جديده اسمها عشبه الجينكو بيلوبا. كل الاعشاب اللي هنتكلم عنها اللي ليها علاقه بتحسين الصحه العامه واللي ليها علاقه بتحسين الاداء الرياضي، تحس ان الكلام كله متشابه. يعني برضه هتلاقيني بقول لك انها بتحسن من تدفق الدم ومضادات اكسده وكلام كله هتحس طب ايه الفرق؟ يا ترى ايه السوبر باور النهارده بتاعه عشبه الجينكو بيلوبا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. وصول الدم للعضلات من اكتر الحاجات اللي بتفرق في تمرينتك وبتساعدك على اداء التمرينه بشكل احسن. عشان كده مهم ان المكمل الغذائي اللي بتاخده يكون بيحسن من تدفق الدم. ومن المكملات اللي بتساعدك تعمل ده هي عشبه الجينكو بيلوبا. الجينكو بيلوبا مش بس بيحسن من تدفق الدم وامتصاص الجلوكوز، هو كمان يعتبر مضاد لالتهابات الانسجه. ومن الحاجات اللي كمان يعتبر الجينكو بيلوبا مضاد ليها هي الاضطرابات او التوتر، فبالتالي مفيد جدا لصحتك النفسيه. الجينكو بيلوبا مفيد كمان لاضطرابات الجهاز العصبي ويعامل كمضاد للاكسده، لكن الجديد انه من اقوى الاعشاب اللي بتحسن وظائف المخ، بتحسن وظائف الذاكره والادراك، وده اظن كافي انه يخلي عشبه الجينكو بيلوبا مهمه جدا لكل الاعمار سواء كنت بتلعب رياضه او لا. هستناكم تقولوا لي ايه من المكملات والاعشاب عايزين نتكلم عنها.